يعني لما كيلو الطماطم يوصل 50 و60 واحيانا 70 جنيه انا هحل لك القصه دي. حتى لو كيلو الطماطم يعني رخص، اتفرج وشوف. انا مش ببالغ، انا عايزك تشوف الفيديو ده اخر دقيقه فيه او اخر ثانيه فيه علشان انت هتنبهر بجد حرفيا. الموضوع طلع بسيط جدا يا جماعه، بس محتاج تركيز. اتفرج على الخطوات اللي انت بتشوفها دلوقتي وطبقها ونفذها، هتعمل اكتفاء ذاتي من الطماطم من بلكونتك او من السطوح بتاعك. طبعا احنا شايفين بعد اسبوع بقت عامله ازاي، ودلوقتي بعد 1 مانث شهر بقت عامله ازاي اهو. بس لسه بص هيعمل ايه. يعني القصه مش قصه هي عمرها ما هتطلع تبقى شجره كده صغيره من فراغ. هندسيا هو جاب ازازه الميه دي وبدأ يحفرها بطريقة معينة وهيعملها بطريقة هندسية معينة. طبعا هتحطها في البلكونة، هتحطها فوق السطوح. نفذ اللي انت شايفه ده، وانا شفت ناس عاملاه فعلا وناجحة. بس بصراحة لو انت ما عملتش الخطوات بالظبط الموضوع هيفشل. الجدر بقى يعفن، التربة تتكتم، فاهم؟ نوعية كواليتي التربة نفسها لازم تحرص على دخول الأكسجين للتربة، وإن التربة يكون فيها تغذية، ما تكونش تربة صلبة. لازم تكون محتويات التربة بقى رمل على بيتموس أو كومبوست. أو الناس الفنية والناس بتوع الزراعة هيفهموني شوية، هيفهموني أكتر عن الناس العادية. فزي ما احنا شايفين بدأت ظهور الطماطم تطلع، وبسم الله ما شاء الله الموضوع مش صعب خالص. الفواكه مفيدة، الخضروات مفيدة بالمناسبة، مليانة بالعناصر والفيتامينز اللي جسمك محتاجها. أي حد يقول لك كلام غير ده ما تسمعش. دخل الكلمة من هنا وطلعها من هنا. بسم الله ما شاء الله. طماطم يا جماعة ولا أروع. كل ده بدأت بطماطماية من التلاجة قطعتها نصين، والتجربة دي تجربة فعلية وصدقوها. بسم الله ما شاء الله. أحلى طبق سلطة، أحلى. بص مش محتاجة تعليق. شير الفيديو ده في كل مكان عشان غيرك يستفيد، وما تنساش أهم من كل ده صلى على النبي.